السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم عندنا فيديو بخصوص هذا الخلاط. الجير ماله مكسور، يعني مو هذا البستم، لا الجير الجوال يرفع البستم مكسور، من تفتحه منه ما ينفتح، يعني يفتر بوش، فهاي ما تنفتح قوية كلش تصير. وهاي يعني هسه قاعد يتحرك الجير بس البستم ما يتحرك. شنو السبب هذا؟ العتلة ترفع البستم مكسورة. طريقة فتحها هاي طريقة أو طريقتين أو 3 طريقات، يعني مو فد طريقة واحدة تفتحها. تفتح الرقبة هاي باوة، طبعا تلقاها قوية كلش، تحاول تفتحها يعني بشي قوي، تخليه على منقنة، تخليه على شي مثلا بشاكوش، تحاول تخلي هنا قماش على ما يضرب هذا الخلاط وتدق عليه على مود ينفتح. ايش تلقى؟ تلقى باع هذا البستم مكسور. شوفوا هسه باعوه حاليا، شوفوا ذاك هذا باعوه البستم مكسور. هسه عضل عنه اني، شوفوا هاي دائما تلقونها مكسورة باعوه. شوفوا هاي ترفع البستم تلقاها مكسورة. شوفوا قاع البستم هذا العتلة باعوها هاي، شوفوها العتلة ترفع البستم هاي بالعناصير هاي، شوفوها. طبعا هذا خلاط كهرماني، خلاط براس نوعية أصلية، يعني نوعية كلش راقية، هاي ثقيل كهرمان هذا، بس شوية سعره غالي باع. شوفوا هاي ترفع البستن مكسورة. شلون تفتحها هاي؟ هسه تضرب بوش، يعني تفتر عادي. مرات يصير الكسر منين؟ من هنا، فنقدر نخلي هنا مثلا درنفيز أو بلايت ندخل جوه ومن كثر ما نفتحها. هذا لا، مكسورة من العرق جوا، يمكن كلش من جوا باعوها، يعني مكسورة من كلش ما تنقض. هاي طريقة شلون تكسرها. راح أوريكم خلاط ثاني. طبعا هاي اليد براس تجي، هاي صعبة كسرها، هاي يعني صعبة بصعوبة تكسرها هاي كلش. تحاول مثلا تقصها بكوسة لو عندك شي، بس أنا عندي خلاط ثاني نفس النوعية، بس هاي مالت العتلة نوعية فافون توج، يعني بساعة تنكسر. فأعلمكم الطريقة شلون. هذا باعوه، هذا الخلاط الثاني باعوه. شوف هسه ما بيه شي، مالته باعت تنفتح هاي مثلا، لأن البستم ماله ما مكسور باعوه. بس راح أعلمكم طريقة شلون تفتحونها. تحاول بكل طريقة تكسر هاي باعوها، تحاول بكل طريقة تكسرها، يعني بالبداية تقدر كذا من هنا نافو بالكتار. هاي النوعية يدها سايل عتلة ترفع البستم، هاي نوعية توج. دائما تجي ولد كهرمانة تجي مالتها أصلية، تجي براس، يعني بصعوبة تنكسر. بس هسه أنا أحلبك شنو الطريقة إذا هذا خلاط مالك بهاي النوعية من اللزمة. يعني تحاول بكل صورة تكسر هاي العتلة. طبعا ذن اللي نحكيكم عليه الخلاطات التوج العاديات، هذا نباحن هيك بسهولة ينكسر. هسه حاليا بين التكنيك مال طلع البستم. هاي الطريقة تطبق على نفس هاي الطريقة اللي بهذا الخلاط اللي هو باعوا قلت لكم عليه مكسور مال الجير ماله. بس هاي اليد او هاي العتلة هاي براس، يعني قوية كلش بصعوبة تنكسر. فانت حاول بطريقة بكوسرة مثلا، عندك طريقة مثلا ثانية مثلا تقدر. بس انا قلت لكم اذا البستم من جوا طاق
واكو مجال يعني نقدر نخلي مثلا درنفيس او ندخل بلايص صغيرة مثلا تكض العتلة هاي نابعة المكسورة، تكضها ونقدر نفتحها. بس هذا الخلاط طلع مكسور من العرق من جوا كلش، يعني ماكو طريقة نقدر بها نفتح هاي اليد. بس هاي الطريقة اللي صورتكم اياها اني اذا كانت هاي العتلة لا توج، يعني مو نوعية ثقيلة براس. هسه راح احاول اياها والله، بس ما اعتقد يعني تجي، لان البراس قوي كلش ما يجي باعو. البراس كلش قوي، يعني هذا الخلاط كلش قوي، حيل قوي، نوعية جيدة هذا البراس هذا الخلاط. طبعا بهاي الطريقة تقدر مثلا هسه حاليا تفتح عندك هاي العتلة اذا كان الجير مكسور. اذا كانت العتلة هاي مالتك توج بابون، اذا كانت براس حاول تكسرها بكوس، عفوا تقصها بكوسرة، يعني حاول تقصها من هنا ثلاث قصات، منها قصة ومنها قصة بالكوسرة وتكسرها، ونفس الطريقة اللي سويتها اني بهاي باعوها راح تصير مقابلك هذا الشكنت. بس تنكسر هاي راح يصير مقابلك الشكنت، تفتحها بلايس او سبان على حجمه وتفتح يطلع عندك الجير كامل. بعد اكو اسئلة هم جتنا على الخلاط هذا او على خلاطات، يقولون المي مثلا ضعيف او مي يخو او مي ينقط مثلا او مي ضعيف كلش او ما يذب مي او ما يغفل. اكثر العطلات بالخلاطات من هذين الوردات اللبات هاي باعها. اكثر العطلات دائما ميك ضعيف مثلا وباقي البواري طبيعي، وهذا الخلاط مثلا بمي ضعيف الحار او البارد، تفتح اللبة ما تبدلها واحدة جديدة. المي ينقط او يقطر من تفتح اللبة نفس الحال، تلقى الواشرات تعبانة. الخلاط ما بيه كل شيء، مجرد بس هاي اللبات وهذا الجير. هذا الجير مجرد يصعد المي فوق وينزل مي جوا، ذني يفتحان المي، هذين التقاسيم يفتح القسم لك المي الحار والبارد. فاكثر العطلات واكثر المشاكل الخلاطات هي باللبة. بدل اللبات الخلاط ما يشتغل طبيعي، لان هو الخلاط ما بيه شيء، يعني كل شيء ما بيه، مجرد هذا الجير وذين اللبات اثنين، هذا يصعد فوق ينزل جوا، وذين اللبات مي حار ومي بارد. هاي كل ما في الامر. طبعا هاي الفيديو بخصوص الجير المكسور، لان هواي جماعة يسألون علي قالوا شلون نفتح الجير مكسور من جوا. بهاي الطريقة تقدر تفتح الجير. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب.